وليه ربنا خلق الشر؟ مع ان الشر ده لو ما كانش موجود كان زمان الناس سعداء وفي تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات. ما هم حالا برضو عادي بيخلفوا صبيان وبنات. ولكن سؤالك ده عامل زي اللي بيقول هم ليه بيجيبوا لنا اسئله في امتحانات المدرسه او الجامعه؟ ما يحطوا لنا الاجابات على طول. ايوه، هم لما ما يجيبوش اسئله في الامتحان هيبقى حضرتك فين الامتحان؟ اهو وجود الشر بقى عامل زي وجود الاسئله في الامتحان، وربنا اصلا خلقك عشان يختبرك. ربنا عز وجل بيقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال الله عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عشان كده لازم الشر يبقى موجود زيه زي الخير بالظبط، فربنا يشوف اللي هيختار الخير بمنتهى ارادته ويشوف برضه اللي هيختار الشر، ويوم القيامه كل واحد هيعرف نتيجه اختياراته وافعاله زي بالظبط اللي بيعرف نتيجه امتحانه. واحد هيقول بس وجود الشر ده بيخلي الوقوع في الذنب سهل جدا، وفي نفس الوقت بيخلي انك تعمل الخير في وسط الشر ده كله حاجه متعبه قوي. ايوه، امال انت عايز تدخل الجنه من غير تعب؟ ربنا عز وجل بيقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انت عمرك شفت حتى في الدنيا حاجة بتيجي من غير تعب؟ اللي مفكر انه ممكن يوصل لحاجة من غير تعب ده واحد بيضحك على نفسه والشيطان مسوحه، عامل زي واحد عايز ياخد الدكتوراه بس من غير ما يذاكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي بسند صحيح من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. لما تفهم المعنى ده كويس هتعرف ان ربنا ما خلقش الشر كغاية، ربنا خلق الشر عشان تعرف قيمة الخير. سلام.